السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب ام مالك. كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ النهاردة بقى ده روتين لتاني يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبألف صحة وخير يا رب. إيه عاوزين كده زي ما احنا متعودين، مش عايزين ننسى الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا بنات. ربنا يا رب يكتب لنا الخير في الشهر ده كده ويرزقنا يا رب من وسع احنا وكل رب العالمين. يلا بينا نخش على الفيديو ونشوف هنعمل ايه. بس ما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا ذبحنا فرختين، ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. اخدت الصدور عشان خاطر عايزة اعملها بانيه في يوم تاني يعني كده ان شاء الله. ومعايا بقى بقية الوراك هاخدها اسلقها مع اكل النهاردة ان شاء الله. هعمل محشي. طبعا الناس كلها عملت اول يوم رمضان محشي، انا عملت تاني يوم بصراحة، ما عملتش اول يوم. اهو اول يوم كنا عندي مكرونة وكان عندي فراخ. بقيت الفراخ برضو هناكلها النهاردة لو مع الفراخ اللي هي اللي عاملاها النهاردة دي يعني. وكان عندي برضو بواقي لحمة هناكلها برضو النهاردة. بس زي ما انتوا شايفين كده بقى، انا المفروض كنت هعمل محشي وكرنب وورق عنب وكوسة، بس بصراحة الوقت ما ساعدنيش خالص يعني. بس انا مشطبة المطبخ، ما عنديش حاجة الا الحوض بس هروقه، وصفحة الجبنة دي هنزلها على الارض، والطبق بس ده اللي هغسله، وشفشق الخلاط هعينه في مكانه. والمطبخ زي الفل وتوابلي مرصوصة وحاجتي كلها الحمد لله زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. لان احنا طبعا عملنا تنظيفة المطبخ، التنظيف العميق زي ما بنقول. جهزت بقى سلقة الكرنب كمان اهو. سلقت الكرنب زي ما شفتوا معايا كده وقليت، وسلقت ورق العنب والكوسة بقى لو اتبقى وقت هقورها، ما تبقاش بقى خلاص بكرة ان شاء الله. اهو زي ما انتوا شايفين معايا اهو يا بنات. هطلع بقى اقعد في الصالة لان انا مش بعرف احشي وانا قاعدة على الارض. بحط الترابيزة وبحط الصينية عليها زي ما انتوا شايفين كده، وبعد على الكرسي بتاع الانتريه الفه المحشي واخلصه. هقعد بقى الف الحلة دي كده وهعلق عليها تستوي عشان خاطر الفطار. ولو في وقت بقى هلف الورق العنب والكوسة اهو يا بنات. هقعد بقى الف كده واخلص وهجيب لكم شكله بقى وانا بسويه اهو يا حبايبي. خلاص المحشي بقى على البوتاجاز اهو. بدأ يتلدم بقى، هوطي عليه خالص وهسيبه مع نفسه كده لحد ما يستوي. والحوض فاضي خالص معايا اهو، روقته كده وظبطته، والارض نضيفه ومكنوسه الحمد لله، والرخام كله نضيف اهو متروق وزي الفل. وهطلع بقى بره على الشقه كده مشطباها برضو ومخلصاها، مفيش فيها اي حاجه تتعمل. النيش بس اللي ان شاء الله هنزله قبل العيد باذن الله كده، عشان جايبه له مفارش جديده يعني وهفرشه كده. ودي اوضه النوم طبعا برضو متروقه وما فيهاش اي حاجه عايزه تتعمل. طبعا البطاطين ما عندناش لان الجو لسه ساقعه. خلاص بقى بطلع من اوضه النوم على اوضه الولاد اهو. برضو الاوضه مكنوسه وممسوحه والفرش مفروش والدنيا زي الفل الحمد لله. اهم حاجه خلصي اللي وراكي بدري بدري كده، تلاقي الوقت قدامك تعملي كل اللي انت عاوزاه اهو يا حبايب قلبي. هطلع بقى على الصاله بره الانتريه اهو. طبعا انا مش فرشه الكسوه، انا سايبه الكسوه طبعا عشان ابقى فرشه ان شاء الله في العيد. وستاره المطبخ وباب الشقه طبعا مفتوح هقفله لان كنا طالعين على السطح، الولاد سبقوني فهطلع انا وراهم اهو. والشراشير اتعلقت. كل سنه وانتم طيبين اهو. مشطبه الشقه، مشطبه كل حاجه ورايا.
وطبعا الخيامية ده بقى بفرشه في رمضان، انتوا عارفين. الساعة 5:15 يعني خلاص، هي ساعة واحدة اللي باقية على الفطار. والفراخ حمرتها بصلصة والتوابل الفراخ يعني والحاجات دي اهي، ودخلتها الفرن. اهو يا حبايب قلبي حمرتها، حطيت لها توابل فراخ وملح وفلفل اسمر وصلصه ومعلقه سمنه، ودهنتها كده ودخلتها الفرن عشان تاخد وش زي المشويه كده، بيبقى طعمها حلو قوي. وجوزي وهو جاي جاب لنا معاه التفاح ده، جاب لنا 3 كيلو، وجاب لنا 2 كيلو من الموز عشان الخشاف يعني كده، ويبقى فاكهه موجوده برضه. وده كيس تمر هندي هعمله ان شاء الله كده مع كركديه، وهلحق اعمل كيس المكرونه ده كده بسرعه بسرعه، علشان خاطر ابني يعني عايز ياكل مكرونه مش عايز محشي. وهجهز صينيه الكنافه دي زي ما انتوا شايفينها معايا كده. طبعا انا حطيت الطبقه الاولانيه وكبستها كويس جدا، وحطيت بقى المكسرات، حطيت زبيب وجوز الهند والسوداني. وهبدأ اخد الطبقة التانية دي واحطها كده، واحط الكنافة كلها بنفس الوضع، وأما اخلصها كلها هقوم جاية مكبسة الصينية بايدي كده زي ما انتوا شايفين، بس هتك جامد لان لازم الكنافة تتكبس جامد كده وهي بتتعمل، تطلع معاك الخرطة بخرطتها كده وتطلع حلوة ومقرمشة معاك. في ناس بتحبها ناشفة وفي ناس بتحبها طرية. هخلصها بقى كلها كده يا بنات، وهكون مسيحة سمنة اهي، مش سمنه بلدي، لا عادي سمنه كريستال، انا بستعمل السمنه دي على طول. بجيب منها اللي هي الصفيحه ال5 كيلو ب100، بيبقى فيها وفر وبركه كتير عن الصفيحه الصغيره دي. اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين كده بشربها السمنه اهي. وركنتها في جنب بقى على ما نقعد نفطر. وزي ما انتوا شايفين الفطار اهو يا حبايبي، بقيت اللحمه، ودي بواقي فراخ من امبارح، لكن الفراخ اللي انا عملتها النهارده نسيتها في الفرن بتاع البوتاجاز، ما حطيتهاش بصراحه، نسيتها خالص، بس بكره ان شاء الله بقى ناكلها مع غدا بكره. ودي الاكله اهو الحمد لله. عملت المكرونه والشوربه، ودي شوربه لحمه الغامقه دي، وعملت العصير، وهنقعد نفطر بقى الحمد لله. خلصنا الفطار وقمت جايه حاطه المواعين في الحوض، هما دول بس شويه المواعين اللي عندي، ما عنديش حاجه. والحلل اللي كان فيها الاكل هفضيها وهغسلها واعين على طول. وحطيت بقى الكنافه اهي بعد ما فطرنا، حطيتها في الحله على البوتاجاز علشان خاطر تتعمل. على ما تتعمل بقى هشطب شويه المواعين اللي في الحوض دول، والمطبخ برضو زي ما قلت لكم ما فيهوش فيه اي حاجه تتعمل. ده السخان بعمل عليه مثلا لو هدمس فول، لو عامل صلصه، هسلق في اي حاجه كده بعملها عليه بتبقى حلوه وبيسعفني. خلاص يا بنات الكنافه معايا اتحمرت اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله، اللون الذهبي بتاعها جميله. بصوا البوتاجاز انا عامله ازاي، هو فكره الحله دي كده زي ما انتم شايفين حلوه قوي، وبتوفر الغاز عن الانبوبه للانبوبه يعني. بس يا بنات زي ما انتوا شايفين بقى معايا اهو صينيه الكنافه خلاص كده تمام. انا هشيلها وهبدا اسقيها بقى شربات. طبعا الشربات ده بارد مش سخن، هو غامق كده لان السكر اصلا بتاعه كان غامق، مش ما كانش فاتح. هبدا بقى اسقي الشربات كده اهو. هبدأ اسقي بقى، نسقيها حلو كده ونسيبها شوية تهدى، لان طبعا الكنافة سخنة والشربات ساقع، فهنسيبها تبرد شوية وبعدين هقطعها وهوريها لكم برضو دلوقتي شكلها عامل ازاي. بس لازم نسقي بالشربات كده، ما تكبيش بالحلة، لازم تسقي بالكبشة كده، بتسقي حبة حبة الكنافة تتسقى معاكي وتبقى كويس.
بس يا بنات، واهو الكنافه سقيتها بقى، وبصوا ما شاء الله الخرطه طالعه بخرطتها اهي، لان احنا كابسينها حلو، مش حاطينها يعني عايمه على الهوا زي ما هي كده يعني. اهو يا بنات، إيه طبعا ده كله كان المفروض نعمله امبارح، بس ما حصلش نصيب يعني، وعملناه امبارح، فالنهارده يعني الايام مش بتخلص. اهو يا حبايبي المطبخ مش شطب اهو كده، خلاص بقى ما فيش حاجه هتتعمل. بوريكم بقى ان انا برضو مشطبه على طول، اول باول ايدي فيه، ما بسيبش حاجه تتراكم فوق بعضها. اهو يا حبايبي، طبعا الزيتحار والطحينه والحاجه بتوع الفول بتوع عشان السحور يعني وكده. اهو مفيش اي حاجه فيها اهو يا حبايبي. خلاص شطبته خلاص بقى، الدنيا كانت خلاص بعد طبعا العشاء خلاص اهو. بس وده كل ما نحط له الشفشق تحته بس يا حبايبي. وادي شكل المطبخ في النهايه بتاعته. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك واشتراك.